مشاهدينا الكرام، في إطار الجولة اللي كنقوموا بها في شمال المملكة المغربية وبالضبط في مدينة الحسيمة، تلاقينا في الطريق ديالنا شخصية اللي انبعثت من ما يسمى بالحراك الشعبي. ناصر السفزافي حنا في ضيافته اليوم غادي نهضروا على كل ما جد في الحراك الشعبي بمدينة الحسيمة. في الشهور الأخيرة عرفنا وقرينا وشفنا في الفيديوهات وفي الجرائد الوطنية والدولية على ما يسمى بالحراك الشعبي بالريف. هذا الشاب هذا ناصر السفزافي كان واحد الشخصية اللي بانت في هذا الحراك هذا. اليوم غادي نهضروا معاه على هذه المسائل هذو كاملين. بقاو معنا، احنا دايما معكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأجول ناصر السفزافي، احنا بغينا نبداو معاك من الأول. ناصر السفزافي بان في الحراك الشعبي مزيان. بعدا الكلمة ديال الحراك الشعبي هذه كلمة اللي جديدة علينا في الحسيمة وفي الريف وهذا. شنو هو الهدف من هذا الحراك هذا؟ وفي الاول نهار بديتو يعني بعد الاحداث اللي عرفتها الحسيمه والقضيه ديال طحنمو هذا والمسائل محسن فكري المرحوم، يعني كيفاش ناصر السفزافي خرج؟ شكون هو بعدا ناصر السفزافي اللي الناس اللي نعتوك بانك انت واحد انفصالي وواحد هذا اللي كنسمعوا يعني احنا فهمتي؟ شنو هو الراي ديالك في هذا الشيء كامل؟ اولا كنحييكم وكنحييو جميع الاخوان المتابعين للموقع ديالكم. طبعا طبيعه الحال هذا واحد الشرف لنا المواقع او الصحافه الحره اللي كتبع الاحداث والقضيه، خصوصا قضيه ديال الحراك الشعبي بالريف اللي جا في واحد الوقيته صراحه كان من المفروض انه يكون في واحد الوقت قبل، ولكن ماشي مشكل. وانما بقدر ما اننا بغينا نقولوا ان الحراك الشعبي اليوم اللي كاين في الريف وهو واحد الحراك اللي كتشارك فيه جميع اطياف المجتمع الريفي، واللي طبيعه الحال اقتنعت بهذا الحراك الشعبي لانه خرجت باش انها تطالب مطالب اللي هما عادله ومشروعه، اللي هما مطالب اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه، وواحد سميتو المطلب او القانوني اللي كيتجلى فيه رفع العسكره، اللي واحد الظهير مشؤوم من خلاله انه حاصر هذه المنطقه هذه من جميع الجوانب. فبالتالي كما كتشوفوا ان الحراك الشعبي منذ البدايه ديالو الى يومنا هذا صار يعني يتمدد ويتقوى اكثر، لانه رغم انه كان البعض في البدايه الناس اللي كانت عندها شي تخوفات، ربما لانها شاركت في حركه احتجاجيه سابقه وكان عندها تخوفات، اليوم اصبحت تشارك كذلك. ومثال والجميل في الحراك الشعبي انه دار واحد يعني خلق واحد الامل في الشباب وفي المنطقه وفي جميع الناس، لانه كما كتشوفوا هذا الحراك هذا يختلف عن الحركات الاحتجاجيه السابقه لعده امور. اولها انها هذا الحراك هذا رفع شي مطالب اللي هما عادله ومشروعه، خصوصا ان الناس كتطالب مستشفيات، جامعات، بنيه تحتيه والى غيرها من الامور اللي هي عادله ومشروعه. فبالتالي هذه الناس هذه اللي كتشارك في هذا الحراك هذا لقات نفسها داخل هذا الحراك هذا، خصوصا انه واحد الحاجه اللي اول مره ربما اعتقد في الحركات الاحتجاجيه ما نقدروش نقولوا اول مره، وربما نقولوا ان كانت في واحد الماضي في عهد ديال اجداد ديالنا رحمهم الله اللي كانوا رفقه الصنديد البطل محمد بن عبد الخطاب رضي الله عنه وارضاه في مقاومته للاستعمار الاسباني، هي ان المراه اليوم مؤخرا يعني في هذا الحراك هذا شاركت بكثافه وبقوه، وكانت واحد المسيره اللي هي خياليه واللي وقف لها العالم وصفق لها، لانه كما كنقولوا الامهات دائما هما كيشاركوا في هذه النوعيه ديال الحركات الاحتجاجيه، عفوا اللي يعني في الحركه الاحتجاجيه الاخيره اللي هو الحراك الشعبي اللي كنسميوه دائما العظيم مقدس. لانه لماذا؟ رغم المحاولات المخزنيه ورغم المحاولات ديال البلطجيه اللي حاولت نسف هذا الحراك هذا، الا انه بقى متمسكا وبقى قويا. الشعبي ربما مصطلح جديد، انا اعتقد ماشي مصطلح جديد، لانه شكون جاء يعني نتاج الاخر الخروج ديال الناس للشارع كنقولوا الحراك الشعبي لانه تشارك فيه الجماهير الشعبيه. فناصر السفزافي هو انسان عادي بحال جميع الناس الاخرين، واحد الانسان اللي رفض العبوديه، واحد الانسان اللي رفض الظلم والاستبداد والحقره. التواجد ديالي في ذاك الليله هذيك ربما لانني رفضت كما جميع الناس اللي كانوا تما، فالطريقه باش توفى بها الشهيد محسن فكري ما رضيتش بها كما ما رضاش بها العديد ديال الناس. فبالتالي جاتني واحد الحرقه، فهذيك الحرقه كان لزاما مني انني نخرجها، ماشي فقط نتفرجوا فقط ونسكتوا على الظلم وحنا كنشوفوا كيوقع تما امام اعين ديالنا. لانه اليوم مشى محسن فكري، غدا نمشي انا، واحد يمشي واحد اخر.
الحراك الشعبي كما قلت لك في بدايه الكلام ديالي هو جاء من اجل ايقاف السياسه الخطيره الممنهجه ضد هذه المنطقه تاع الريف. وهذه السياسه هذه كما قلت لك انه ساهمت في اقبار المنطقه من ما يقارب 60 سنه، وانتم كتعرفوا انه الريف يعاني ويعاني ويعاني. ناصر الزبزافي ما هو في اخر المطاف الا بواحد مع يعني واحد بحال دوك جميع الناس اللي كتخرج للشارع باش تطالب بحقها من الحقوق ديالها. فاعتقد انه من يقول على اننا انفصاليين وانه مع العلم انه احنا قطعنا مع هذه النوعيه ديال الاتهامات واللي كتخرج طبعا من يعني الجهاز المخزني من اجل تشويه الحراك الشعبي والمطالب اللي كتطلب بها هذه الجماهير الشعبيه. فاعتقد انه ماشي فقط تهمونا باننا انفصاليين، تهمونا مجموعه من الاتهامات اللي هي باطله ودخلنا فيها في تحدي مع الدوله المغربيه في شخص مخابراتها لا عسكريه ولا المدنيه ولا كذا، على انهم يثبتوا حجه واحده على اننا مثلا كما تروج بعض الابواق الصحافه الصفراء اللي كتقاضى اموال من طرف وزاره الداخليه او من الجهاز المخابراتي تشويه السمعه ديال الحركه الاحتجاجيه او النشطاء، من اتهامات اننا نتلقى دعما من سميتو من البوليزاريو ومن الجزائر ومن اسبانيا ومن جهات اخرى، في حين انه كما قلت لك منذ بدايه الحركه وحنا كنتحدوا لحدود ساعه ما جابوا لنا حتى شي حاجه مما يؤكد ان الكلام مردود عليهم. اذا اليوم كما كتشوفوا ان هذا الحراك هذا بين حقيقه ديال هذه الدوله المخزنيه وبين حقيقه ديال هذا النظام المخزني اللي كيقول لك راني قطعت مع العهد القديم، ولكن حنا كنشوفوا العكس، انه ما قطعش مع العهد القديم بل بالعكس زاد في ممارسات مشينه لهذه المنطقه هذه. كما تشوفوا انه كيحاول بشتى الوسائل انه يقبر هذه المنطقه هذا الحراك هذا عبر ايجاد يعني وسائل خسيسه من اجل نسفها عبر ما وقع في الاحداث ديال ام زوران وغيرها من المسائل الاخرى اللي معروفه منها يعني كتمارسها الدوله المخزنيه من اقبار او يعني اسكات الاصوات الحره او كبح كلمه الحق. اذا امر عادي جدا انها تكون هذه الاتهامات هذه، ولكن الجميل في هذا ان الجماهير الشعبيه الحره اللي خرجت تطالب بحقوقها عارفه ان هذه مجرد اشاعات باطله لا اساس من الصحه، وخصوصا وان النشطاء المتهم بينهم شخصيا انا اللي رفعت تحدي، وهذا انا اقولها واكررها الى يومنا هذا الى ان يرث الله الارض ما عليها، انهم يجيبوا لنا يعني حجه واحده على صحه على يعني صحه الكلام ديالهم، وديك الساعه اهلا للمحاسبه واهلا كذا. اذا كما كنقولوا انه الحراك ديالنا حنا حراك شعبي، حراك عادل، المطالب ديالها عادله ومشروعه، وحنا مستمرين في هذا الحراك هذا لانه لقينا فيها راسنا رؤوسنا. كنطالبوا بشي مطالب اللي هما في حقيقه في 2017 كان المفروض على الدوله كترفع الشعارات ديالها دوله الحق والقانون ودوله والعهد الجديد كذا، كان المفروض انها تكون حقاتهم، خصوصا وانها الدوله هذه تتلقى اموال طائله من طرف المجلس يعني من طرف الاتحاد الاوروبي، خصوصا وانها كترفع ذاك الشعار ديال تنميه مناطق الشمال، وكل هذه مجرد يعني مواضيع يعني كلها مجرد يعني مسائل من خلال الدوله كتسعى على ظهورنا هنا باش تسرق وتدي الفلوس لبنما وتديهم توصلوا للمناطق الاخرى. احنا كما شفناك في الفيديو ديالك كطالبوا يعني مطالب اللي ممكن تكون مشروعه على حد قولكم وعلى حد قول ديال الحراك الشعبي، لكن كاينين شي ناس كيمجدوا الشخصيه ديال ناصر الزبزافي، كيقول لك امغار ناريف، تيقول لك قائد الحراك. هل انت بقائد حراك وانت؟ كما قلنا لك انه في اخر المطاف كيبقى ناصر بحالو بحال دوك جميع الجماهير الشعبيه اللي كتخرج الشارع باش انها تستنكر السياسه الممنهجه ضد هذه المنطقه. قضيه هاد الناس هادو اللي كيقولوا امغار وهذه ليست مجيدا بقدر ما انه كاين ريافه يحترمون بعضهم البعض ويحبون بعضهم البعض. ما كاينش مساله تقديس، من يرى ان المساله التقديس ربما هو يعاني انه عنده شي انفصام في الاخر، ربما يرى انه يقدس شخصا اخر فيعتقد انه غيجي غيحيد له الاخر. ما كاينش تقديس هنا، كاين جماهير الشعبيه تحب بعضها البعض، فهمتيني ولا لا؟ ملي كنشوفوا شي واحد اللي خارج مثلا يناضل الاخر نحبوه، خصوصا ملي كتكون شي واحد عنده الغيره على المنطقه. فلا ارى انه في اي يعني في هاد الناس كلهم اللي كيقولوا هذا الكلام انه كاين شي تقديس، وانا ارفض مثل هذه التسميات انه امغار وكذا وكذا، لانه اعتقد انه كلنا نشارك الحمد لله في فضح الفساد والمفسدين ومحاربه الطغاة والاستبداد والديكتاتوريه والظلم. القضيه ديال انه اللي كيشوف كما كتقول الاخر، كاين الناس اللي كيقولوا انه امغار وكاين الناس اللي كيرفضوا هذا المصطلح. فانا شخصيا ما لست بامغارا ولست بزعيما ولست بقائدا ولا اميرا. كما قلت لك شفنا الظلم خرجنا للشارع كما خرج جميع الناس، وليس هناك لا زعامه ولا بقدر ما كاين انه الزعامه
كاينه، ولكن ديال الجماهير الشعبيه. الجماهير الشعبيه هي الزعيمه، هي القائده وهي الاميره، والكلمه الاولى والاخيره تعود للجماهير الشعبيه، ولا تعود لا للفرد ولا لفئه معينه. طيب في صفوف الجاليه المغربيه ومغاربه العالم، سورتو الجاليه الريفيه القاطنه مثلا ببلجيكا بهولندا بهذا، شفنا مجموعه من الخرجات، مجموعه من الوقفات كو سوا يعني قدام السفاره ديال المملكه المغربيه او قدام المفوضيه ديال الاتحاد الاوروبي. احنا حضرنا في هذه الوقفات هذو، درنا التغطيه الصحفيه. واش يعني كان شي تنسيق مع لجنه الحراك في الحسيمه، ولا يعني كانت، وشنو هو الراي ديالك انت في هذه الخرجات هذو؟ اولا بعدا من هذا الموقع هذا والموقع ديالكم نتوما، احيي اخواننا ريفي الشتات اللي تعرضوا للتهجير القسري من طرف النظام المخزني اللي كان انذاك في العهد الحسن الثاني، اللي هجر ابناء المنطقه نحو وشتتهم على برا. ولكن الحمد لله ان التواجد ديال الاخوان ديالنا اللي على برا هي واحد القوه اللي كنستمدوها من عندهم هما باش انهم يوقفوا مع خوتهم هنا. فاعتقد ان الخروج اللي وقعت ما لا يختلف فيها عقيلا على انه الاخوان اللي كيتواجدوا على برا هم اكثر الما منا هنايا. علاش؟ لانهم اولا راهم خارجين البلاد ديالهم، ما كيتواجدوش هنا في المنطقه الريف، وكيعانوا مساله ديال الاخر ديال التهجير على برا. فبالتالي الخروج ديال الاخوان ديالنا اللي كاينين تما في عده مناطق، ونحييهم يعني من القلب، لانه داك الشيء اللي داروه خصوصا في واحد النزول ديال واحد النهار اللي في 8 ديال المواقع كان ضربه موجعه للنظام المخزني اللي كان كيراهن على انه صافي الريفي اللي كاين على برا صافي راه نساو الريف ديالهم وكذا. اذا ما نقول لك واحد القضيه، انه الريافه ما كيحتاجوش حتى تنجلسوا على الطاوله عاد نديروا التنسيق. الرياف الحمد لله كما شفتي في مسيرات، لمجرد انه توقع شي حاجه يعني يجتمعون في يعني ماشي مفهوم الاجتماع انهم تيجلسوا على الاخر، يعني ملي كيشوفوا حاسين بالحقره فكيخرجوا، ما كيحتاجوش حتى يديروا التليفونات هذا. لان الريفي خصوصا الريافه ديالنا حنايا انهم كيرفضوا العبوديه، كيرفضوا الظلم، وكيرفضوا الاستبداد. فالخروج ديال الاخوان ديالنا في اوروبا هو نتاج ديال ديك الحقره اللي عاشوها هما، يعني تم تشتيتهم على الخارج. التنسيق ما كاينش داك التنسيق مفهوم التنسيق، يعني كاين اتصالات بزاف وسميتو، ولكن اكيد كاين بعض الاتصالات مع الاخوان، وهذا اللي هما كذلك ومثل اللي كينتظروا يعني اي حركه توقعت هنايا باش حتى هما يستمروا يعني في الخروج ديالهم وكذا. فالشيء اللي داروا الاخوان ديالنا اللي هي شيء يعني نقف له صراحه، نقف لهم بكل احترام واعتزاز، وكيشرفنا انه نقولوا ان عندنا خنوتنا اللي كيفكروا فينا حتى هما هنايا، وكي يعني كيعانيوا مع المعاناه اللي كنعانيو هنا. فاكيد انه اللي داروا الاخوه لها يعني شيء يفرحنا. ومن هذا المنبر هذا كنوجهوا واحد الكلام، واحد الرساله للاخوان ديالنا الاخرين اللي ما كيخرجوش، اللي كان ليتم يعني اعطاء لهم بعض المغالطات اللي هما خطيره، اللي كيتم استغلالها من طرف بعض الائمه اللي كيجوا من مقرات المخابرات، كيدير لهم التكوين هنا في المخابرات هنا في البلاد، وكيديهم باش انهم يغلطوا الراي العام اللي كاين في الاخر، خصوصا الابناء الريف اللي كاينين في المساجد. فهذه المساله وضحناها في اكثر من مره، في اكثر من خرجه، في اكثر من كلمه، على انه المساجد اللي يتم استغلالها من طرف النظام المخزني من اجل يعني ايصال مغالطات لذوك الناس اللي كاينين تما، مثلا من بين الامور اللي هي انه الفتنه وغير ذلك من المصطلحات التي اكل عليها الدهر وشرب. اذا الحمد لله اليوم نحن نراهي كذلك على الاخوان ديال اللي كاينين في اوروبا، وكما كنشوف في اطار التصعيد ديالنا في النضالات ديالنا خصوصا في تجاهل الدوله الملف المطلبي، ان الاخوان ديالنا كنراهنوا عليهم اللي غيجيو في الصيف هنايا على اساس غتكون اشكال نضاليه تصعيديه كبيره جدا، وحنا كنراهنوا على مسيره مليونيه ان شاء الله اللي غادي تكون ان شاء الله في الصيف فات الصيف هذا. لانه في حين في الوقت اللي كتجاهل فيه الدوله، فاكيد حنا عندنا اشكال نضاليه تصعيديه دائما في اطار السلميه، وان شاء الله كنراهنوا على مليون مشارك اللي غادي تكون في المسيرات المقبله. طيب هضرتي على المسيرات، هضرتي على الاشكال النضاليه، وهذا انتم في الحراك الشعبي ديال الريف تعرفتوا بواحد القضيه ديال سكون ابل السلميه، مسيرة الشموع، مسيرة الورود، يعني وبينتوا حنا شفنا كاملين يعني في المواقع ديال التواصل الاجتماعي على كان واحد النظام يعني اكستراوردينير. واش يعني هذاك الشيء كان يعني منظم؟ منين جاكم هذا النظام كامل هذا؟ الريفيون الحمد لله ملي كيوعوا يعني بالقضيه ديالهم كيعرفوا واش كيديروا. الى شتي انه بعد وفاه الشهيد محسن فكري رحمه الله، لغد ليه اللي كنا غادي نمشيو في الجنازه ديالو كما شتي اللي شاركوا فيها الالاف والالاف.
يكذب عليك الكذاب، يقول لك انه كاين شي تنظيم تما، او يقول لك شي واحد انه كاينه لجنه اللي تنظم. الحمد لله لكل من شارك في مسيره سميتو الجنازه، كان كل شيء كينظم وكل شيء تحمل المسؤوليه ديالو في المسيره ديال الجنازه. هذا الشيء اللي خلى ان الدوله المخزنيه ترعد. اكيد مع ذلك جات مسيره الشموع والورود اللي خرجت من واحد الاجتماع اتفق عليها العديد ديال الاخوان. كانت مسيره خياليه، مسيره ديال 80,000 اللي صراحه بهرت العالم وخصوصا الغرب، اللي كما كنشوفوا حتى في الوقفات ديالهم كيوقعوا فيها يعني اصطدامات مع الامن وكذا وكذا. وحنا بينا على اننا الريافه اللي كتسوق عليهم واحد الصوره خاطئه انهم اوباش وانهم عماج وكذا وكذا، فصفعنا الدوله المخزنيه بهذه المسيرات هذو. خصوصا بانوا الاخوان لانهم بداو كيحميوا الممتلكات ديال الغير ودارين سلسله بشريه، خصوصا امام الكوميساريه اللي من تم كيخرجوا القرارات ديال القمع والاضطهاد والاعتقالات والسب والشتم والتعذيبات في حق النشطاء وكل من يشارك في هذه المسيرات. كذلك جات المحطه النضاليه ديال سميتو ديال الأربعينية ديال الشهيد محسن فكري اللي شاركوا فيها كذلك ما يقارب 100,000، وبانت مسيره اللي شارك فيها الاطفال والنساء والشيوخ. بعد ذلك جات يعني الدوله المخزنيه كان عندنا واحد المحطه اللي هي تاريخيه ديال البطل الصنديد محمد بن عبد الكريم الخطابي رضي الله عنه وارضاه. فكانت الدوله سرعات باش انها تنسف ذاك المحطه التاريخيه اللي كانت يوم 5 فبراير. للاسف الشديد وقعوا فيها يعني تجاوزات خطيره من طرف مسؤولين في جهاز ديال الامن، وعلى راسهم سميتو الرئيس ديال الامن الديفيزيونير والمسمى عصام، وكذلك واحد الشخص اخر سميتو حسين، ولائحه طويله اللي غادي نقدروا نكشفوا عليها فيما بعد. يعني لائحه مسؤولين كبار في الامن اللي سبوا وشتموا ودفعوا نساء في الشارع ومسسوا الاضطهاد والتخويف، لان كانت عندهم تخوفات انه غادي تكون مسيره خياليه ومسيره تاريخيه يعني في الريف، خصوصا في الذكرى ديال الرحيل الشهيد سميتو محمد بن عبد الكريم الخطابي مولاي محمد رضي الله عنه وارضاه. كانت الدوله عندها تخوف من احياء الذاكره او احياء التاريخ ديال محمد بن عبد الكريم الخطابي. اذا كل هذا الشيء يعني كما شفتوا محطه نضاليه. بعد ذلك من بعد ما انه الدوله بدات كتحاصرنا ومشات حاصرت الساحات العموميه، وهذا امر خطير اللي كيتحمل فيه المجلس البلدي مسؤوليه بشكل مباشر، لان المكان مكان عمومي ماشي ديال تابع للاجهزه القمعيه. فبالتالي بدات كتخوف المسيرات والاستمراريه، لان الدوله المخزنيه كانت كتراهن على العامل الوقت والعامل الوقت بقى لصالحنا. فبالتالي اش غادي دير انه غادي تقمع مسيرات وكذا. فحاولنا اننا نجتهدوا اكثر بمسيرات كما ما يطلق عليها او ما يصطلح عليها بالشنطن، لانه كانت كتخرج بواحد الطريقه اللي يعني ما لم يشهدها سميتو التاريخ هنا في المغرب وخصوصا هنا في الريف. اذا هذه المسيرات اللي كتخرج من الاحياء ومن طرف الشباب اللي عندهم غيره وعندهم الاخر، وكما كتشوفوا في ظرف 5 دقائق كتولي مسيره الالاف. يعني هذا الشيء كله لانه ريافه وصلوا لواحد الدرجه ديال الوعي يعني كبير جدا، خصوصا خداو دروس من الماضي، خصوصا الاخر ديال 20 فبراير اللي كان الدوله المخزنيه هي السبب المباشر في حرق هنا المؤسسات وحرق الاخر، لان كان عندها تخوف. فبالتالي يعني الدوله هذه مشات حرقات السيارات وهذه باش تستمد الشرعيه، لان كانت يعني المخزن كان كيفقد الشرعيه ديالو. ونفس الشيء اللي كان كينهجوا دابا حاليا انهم اللي حرقوا الديور ديال الناس في امزوران وكذا. طيب يعني هضرتي على التدخل الامني القوات العموميه، هذا احنا ديرنييرمون مؤخرا شفنا واحد يعني واحد المظاهره اللي كانت في امزوران، ووقع واحد الانفلات امني، تحرقوا السيارات ديال البوليس، تحرقات دار، وكانوا بيان سور افون قبل كانت الاحداث ديال بوكيدارن اللي تعتقل من خلالها ناصر لاري الناشط اللي كان يعني قرينا عليه في الجرائد. شنو الراي ديالك؟ واش هذا الشيء داخل في الحراك؟ اولا كما شفتوا كانت تما دعوه من طرف سميتو تنسيقيه التلاميذ في نهار 26 مارس مسميه بالحركه التلاميذيه. الحركه التلاميذيه كانت عندهم تنسيقيه على مستوى الاقليم انه غيديروا مسيره ماشيين على الاقدام، لانهم هما يعانون في الاخر في القطاع ديال التعليم. كان عندهم واحد الملف مطلبي اللي كان كيطالبوا به. من بعد ما تواجدوا يعني المسيره انطلقت من بوعياش، من بعد ما تواجدت في امزون دخلت الاجهزه القمعيه بمختلف تلاوينها، قمعات المسيره، مما اضطر الناطق الرسمي ديال سميتو التنسيقي ديال التلاميذ
بالحركه التلاميذيه رفعوا الشكل النضالي ديالهم. بعد ذلك تفاجؤوا باشخاص ملثمين. هاد الاشخاص الملثمين هادو كانت عندهم اهداف اللي هما واضحه وطبعا تابعين للدوله المخزنيه. انا لا استبعد انهم يكونوا بوليس او يكونوا مخزنيه، لانه هذا الشيء ما عادناه على هاد الدوله هذه. فبالتالي ما وقع في امزورن هو تتحمل فيه الدوله المخزنيه سميتو المسؤوليه بشكل مباشر، لانه كما قلنا ان الدوله بينت على العدميه ديالها، ما بغاتش تحقق ملك مطلبي، يعني كتسعى في مسائل امور اخرى اللي هي خطيره وواضحه جدا ان الدوله كتحاول باش تنسف هذا الحراك. اذا الى رجعنا للفيديوهات التي توثق لاحداث الجريمه الشنعاء اللي قام بها المخزن، السؤال الذي يطرح نفسه اولا عندما كانت تشتعل النيران في المنزل ديال صاحبه، او على ما يعني ما جاء على لسان صاحب المنزل انه مشى للوقايه المدنيه وطلب انه باش يجيو يطفوا العافيه، قال لهم عندنا يعني مازال ما وصلناش تعليمات. هنا نتساءل، هل الوقايه المدنيه تنتظر تعليمات من وزاره الداخليه؟ هل هذه الوقايه المدنيه يعني ماشي فريق يعني مدني اللي غيمشي يطفي يعني العافيه، لانه خصوصا ان الدار كانت كتشتعل فيها العافيه؟ اذا هذه كلها تساؤلات نتساءل اين يعني غابت الوقايه المدنيه. خصوصا بان في واحد الفيديو الاخير اللي هو خطير جدا انه كانت الدوله تسير في منحى خطير وهو قتل الابناء ديالها، قتل سميتو البوليس باش انها تستلم الشرعيه، باش تعطي الصوره الخاطئه على الحراك الشعبي اللي هو ان هاد الناس هادو باغيين يقتلوا بوليس، هما يعني ماتوا لها بوليس وبغات تستلم الشرعيه من جديد، لان الدوله المخزنيه والصوره ديال المخزن او المغرب ككل على برا في انحطاط وفي تراجع خطير، خصوصا انه كنلقاو مجموعه من البيانات والبيانات اللي كتخرج بهم الدول الغربيه اللي كتتهم فيها الدوله المغربيه بالاعتقالات والاختطافات والمسائل الاخرى اللي عاهدنا في العهد القديم. اذا هنايا بان اللي بان انه كذلك واحد الفيديو اللي هو خطير، كنا ننتظر من الدوله هذه انها تم استدعاء المسؤول ديال الجهاز القمعي اللي كاين هنايا ديال البوليس اللي مازال عنده عقليه صبيانيه، مازال كيحاول يستفز سميتو النشطاء في الشارع، وكذلك ديال المسؤول عن القوات المساعده، لانه بانوا افراد من الاخر كيقتحموا محل كيهرسوا، مما يؤكد ان هادو عندهم واحد التكوين ارهابي في المؤسسات ديالهم ماشي من اجل حمايه المواطنين. اذا نتساءل لماذا لم يتم استدعاء هاد المسؤولين هادو، ولماذا لم يتم اعفاؤهم كما شفنا في اليوم في الاخر، خصوصا كما قلت لك انه تورطوا في مسائل خطيره، وذاك المسمى عصام اللي صرفق السيد في الشارع في الشارع العام خصوصا جاه من اللور. اذا هذه كلها مسائل تثبت سميتو صحه الكلام ديالنا والادعاء ديالنا في حق هذه الدوله هذه اللي بغات تمشي في واحد المنحى خطير، يعني لا يختلف على المنحى ديال سميتو اللي داروا الحسن في عام 98 في حق الاخر ابناء الريف الاحرار والحرائر، وفي 84 وغيرها من المحطات النضاليه اللي شهدها الريف في الماضي. طيب احنا في الحراك الشعبي لديكم مطالب مزيان. وزير الداخليه حضر لمدينه الحسيمه في ظل من بعد يعني هذا الانفلات الامني اللي وقع، ويعني اللي شفناه في الجرائد الرسميه وفي القنوات الرسميه ديال المملكه المغربيه على ان وزير الداخليه طلب من المنتخبين ومن يعني القوى السياسيه هنايا في الحسيمه انهم يسرعوا بالوتيره ديال الانجاز ديال المشاريع اللي مازال معلقه وهذا وهذا وهذا، وطلب من السلطات الجهويه والاقليميه انهم يديروها. ويعني طلب منكم يكون حوار، يعني هذا الشيء اللي فهمناه. واش انتم وصلكم دعوه الى الحوار من طرف وزاره الداخليه او من اي سياسي او شيء من هذا القبيل؟ ويعني والسؤال يعني اللي كيطرح نفسه، شنو هما المطالب ديالكم؟ اولا التواجد ديال وزير الداخليه هنايا في اقليم الحسيمه التواجد ديالو غير بريء. علاش؟ لانه اول مره اللي غيجي فيها الاخر جا في يوم مقتل الشهيد محسن فكري جا باش يدير يعني يحاول يسحب البساط الحراك الشعبي عبر انه ملي قال سبيشو انه يبلغ التعازي ديال الملك والرضا وكذا وكذا وكذا. هذه فشل فيها في البدايه، وكان سمانا يعني قال لهم كاينين شي نشطاء اللي معروفين هنا وضعنا علامه استثناء وردينا عليه، ثم بعد ذلك خرج قال لك لا راه ماشي المقصود هذاك الشيء ومقصود شي حاجه اخرى. اذا من بعد جا في الاخر في الوقت اللي وقعت سميتو ذاك الحادثه في بوكيدان اللي تحمل فيها المسؤوليه كذلك
سميتو الجهاز القمعي اللي في شخص الدريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخليه. جاء كذلك في الحادثه في هذه الجريمه اللي دارها المخزن يوم الاخر في 26 مارس في امزورن، بمعنى ان وزير الداخليه التواجد ديالو هنا ماشي كيجي باش انه ايجاد حلول للمنطقه بقدر ما انه جاي يزيد مزيد تكريس السياسه ديال القمع والاعتقالات. المساله اللي كتبين لنا وتاكد لنا هذه الامور هذه هي كيف يعقل انه الحراك الشعبي والجماهير الشعبيه كتخرج بمئات الالاف الشركه تقول لا للدكاكين السياسيه، ثم بعد ذلك نتفاجأ ان وزير الداخليه يستدعي منتخبين. هاد المنتخبين من يمثلون؟ المنتخبين لا يمثلون الا انفسهم، لانه حنا حطينا واحد الملف مطلبي اللي هو واضح جدا. شنو هو؟ فيه مطالب اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه وواحد الظاهره المشؤوم اللي كيحاصر المنطقه واللي كيعطي واحد الصوره خاطئه لهذه المنطقه هذه، خصوصا المستثمرين كيكونوا عندهم تخوفات كبيره ملي كيجي يستثمر كيقول لنا منطقه عسكريه، منطقه ديال التوتر كذا، وكيخاف المستثمر كيهربوا راه الله يحسن العوان ديالو. اذا وزير الداخليه ما قال لا حوار لا حتى شي حاجه، كل ما هنالك انه اجتمع منتخبين. هاد المنتخبين اصلا لو انه فيهم ذره ايمان وحبهم بالريف كان اول سؤال غيوجهوا لوزير الداخليه: السيد الوزير راه حنايا الجماهير الشعبيه كتقول لك لا للدكاكين السياسيه. هذه من جهه. من جهه اخرى كان عليها انها تضع يدها في يد بعضها، ومن المواقع ديالهم انهم يدافعوا على الريف اذا كان عندهم الغيره والحب ديال الريف فعلا ولابناء المنطقه، لكن تبين انهم مشاو في النهج ديال وزير الداخليه، وانه اكثر من ذلك انه ربما ما يحاك شيء خطير في المستقبل ديال الريف. اذا كل هذه هي مسرحيات ديال وزير الداخليه ووزاره الداخليه. لا، احنا منذ بدايه الحراك كنقولوا اننا لسنا عدميين، ودائما نحن نحمل مسؤوليه الدوله لانها تتجاهل الحراك. نحن اهل للحوار، ناس مسالمين، الشعار ديالنا واضح هو السلميه في هذا الحراك هذا. ننبذ العنف، ننبذ التصادم، ننبذ رغم انه الدوله تحاول استدراجنا لهذه المسائل. اذا كما قلت لك على انه وزير الداخليه ما جاش تكلم على الحوار، تكلم عن المنتخبين، والمنتخبين لا يمثلون الا انفسهم. كذلك ومثل احنا خرجنا وقلنا في اكثر من مره اننا اذا كانت الدوله بغات تبين على صحه النيه ديالها فالحوار، نحن اهل الحوار، ولكن وفق شروط تحددها الجماهير الشعبيه، اللي هو اول شرط اللي كتهضر عليه الجماهير الشعبيه وهو رفع العسكره. لان حنايا مدينه الحسيمه راه ماشي قاعده عسكريه باش يهبطوا لنا يحتلوا لنا الساحات العموميه ويحتلوا لنا هنا الاماكن اللي هما عامه اللي خصهم الاطفال يمشيو يجريو فيها، والموظف كيكون عيان كيجي يمشي يتسارى، فبالتالي كنلقاو الساحات العموميه عامرين بالصفيطات. اللهم هذا منكر. في السونتر فيل كتلقى الصفيطات بالمئات اللي كتواجد تما، والاكثر من ذلك انهم يخالفون القانون. باش تشوف انه الا مشيتوا للكوميساريه، وطبعا عندكم كاميرا تمشيو تصوروا الاخر، انه يحتلون الارصفه، مما يعني انه الاحتلال ديال الارصفه كتضطر انت كمواطن تخرج للشارع وتتصم في الشارع، تقدر تجي سياره تقتلك وتقتل الطفل وكذا وكذا. اذا هادو يخالفون القانون اكثر مما يعني يحترمونه. فعلا احنا لاحظنا الوجود ديال القوات العموميه في مدينه الحسيمه بكثره في هذه الايام الاخيره. بغينا نعرفوا انتم باغيين الحوار مزيان، مع من تريدون الحوار؟ اولا حنا رفضنا الدكاكين السياسيه، لاننا عرفنا ان الدكاكين السياسيه ما هي الا عكاز هذا النظام المخزني اللي كيف كل يعني الدوله المخزنيه فوق ما مشات تطيح الا انه كيتكى عليها من جديد باش انه يعملوا احتواء للمنطقه، ولا هي حركه احتجاجيه ماشي غير في الريف، في جميع المناطق الاخرى. اذا حنا كنقولوا اننا لا نحتاج لمن يقف يعني وساطه بيننا وبين الدوله. الدوله كتقول لك انها عندها مسؤولين كبار ديالها وعندها الملك وعندها، فاحنا كنقولوا انه اذا كانت كاين نيه رغبه حقيقيه في التغيير وسميتو بغات الدوله ديرو، فاحنا كنهضروا مع الدوله مباشره. حنا الدكاكين السياسيه الى مزبله التاريخ. الاشخاص اللي لان دابا الدكاكين السياسيه اصلا هي متورطه في جرائم، في جرائم هي التواجد ديالها يعني ما عمرها تكلمت على العسكره، ما عمرها تكلمت على المشاكل اللي كتعاني منها المنطقه، فقط كدير واحد البرنامج انتخابي ملي كتوصل سميتو الاخر توصل للكراسي وسميتو كتنسى كل شيء. اذا حنا الشارع يرفض الدكاكين السياسيه. حنا كنقول اذا كاين شي حوار حنا كنوجهوا الخطاب ديالنا للدوله مباشره. الدوله ملي كنتكلموا على الدوله كنتكلموا عن شخص الملك، فالملك كنقولوا ليه حنا عندنا ملف مطلبي
الملف المطلبي اللي فيه مسائل، لانه دابا حنايا شنو الحوار اللي غادي انت مع دكان سياسي وحنا عندنا تما الملف، عندنا تما واحد المطلب اللي هو قانوني اللي كتجلى في رفع العسكره. شكون هذا الدكان السياسي اللي تكون عنده الجرأه باش يتكلم عليها ويقولها للملك او كذا؟ رغم انه كنشوفوا البعض انه اليوم كيقول لك العسكر، هذه المسائل كلها تطبخ من اجل محاوله استدراج والضرب على الوتر العاطفه، من اجل استدراج الناس باش يثيقوا فيهم، لانه اليوم الدوله عفوا الناس ما بقاش تثق في الدكاكين السياسي. اذا كاين شي حوار، حنا راه ما كنسعاوش الحوار، حنا كنقولوا عندنا ملف مطلبي، حتى الدوله ما بغاتش تقص الحوار تمشي تطبق ذاك الملف المطلبي. ولكن نقول اذا كانت النيه الدوله تنوي او لديها نيه او عزيمه على الحوار، فنحن اهل الحوار وماشي عدميين. وحنا ناس منذ بدايه الحراك ندعو الى السلميه، مما يؤكد على اننا الناس بغينا معامل شركات مستشفيات وغيرها من الامور اللي درجات في الملف المطلبي. ولكن الدوله حدود الساعه كما كتشوفوا، التواجد ديال اليعقوبي هنايا اللي كيحاول انه يتواصل مع عباد الله باش يحاول يسحب البساط ويجيبوا لنا. ونكمل لك واحد الكلمه فقط اللي شرت عليها، اللي هي التسريع بوتيره انجاز المشاريع. شنو هما هذه المشاريع اصلا؟ مشروع المناره المتوسطي الى مزبله التاريخ، مشروع المناره المتوسطي فيه مشاريع ديال الفساد اخلاقيا والجنسيه وكذا وكذا. واش حنايا عباد الله مازال حنايا كنموتوا هنايا بالجوع، ما لا مستشفيات لا جامعات لا كذا، وكتجي دير ليا مشروع ديال الكورنيشات. اش غيدير لنا، خصوصا انه هذا الوالي اليعقوبي دابا كيجري باش يدير وتيره التطبيق ديال يعني اخراج هذا الاخر. اولا نتساءل في كانوا هاد العامين كلها، راه في 2015 تدرج هذا المشروع ديال المناره المتوسطيه، حتى بان الحراك الشعبي عاد بانوا كيجريو لنا كيقولوا لنا الاخر. حنا هذا المشروع ديال المناره المتوسطيه فليذهب الى الجحيم، لانه ما كاينش فيه مشاريع تنمويه اللي غدير اقلاع على المنطقه. هادو كيديروا كورنيشات والبولات واللوصه، هذا الشيء راه اللي غيخسروا فيه الملايير والمرايح. حنا باغيين جامعه، مستشفى جامعي، مستشفى ديال الكونسير وفرص العمل. هادشي اللي باغيين فرص العمل حقيقيه، هادشي اللي باغي. طيب هضرتي على الوالي، والي جهه الحسيمه تطوان طنجه، اللي لاحظنا في مجموعه من الفيديوهات ديال النشطاء ديال الفيسبوك وهذا، خرج في مدينه الحسيمه وفي الدواوير والمداشر المجاوره، خرج كيتلاقى مع لا بوبولاسيون، مع الشعب. شفنا ناس كيتشكاو ليه وهذا وهذا وهذا. وفي هذا اليوم سمعنا اخبار على عزل واعفاء مجموعه من الموظفين ديال الدوله اللي تابعين في السلطه، بشوات، قياد. يعني شنو هو الراي ديالكم في هذا الشيء؟ يعني اولا القضيه ديال الاعفاءات عندها سميتو ربما قراءتين. اولا القراءه الاولى هي محاوله سميتو تهدئه الاوضاع، ملي غيشوفوا المواطنين انه يتم عزل فلان وفلان وفلان، صافي راه صافي الدوله تسير في منحى الديمقراطيه وكذا. هذا العزل هذا خصنا نعرفوا الاسباب ديالو شنو هي. اذا كانت الاسباب ديالو، انا اعتقد انه كاين تما عزل عامل، الباشوات والقياد لحدود الساعه، وكاين العزل ديال مدير المستشفى وسميتو الاخر والمندوب. غادي نجيو عند العامل والباشا والقيد بحكم انهم ينتمون الى وزاره الداخليه. هذا العزل هذا اذا كان العزل هو مثلا في يعني استعمال الشطط في السلطه، فيستوجب على الدوله محاكمتهم، لان المسؤوليه مقرونه بالمحاسبه. واذا كان عندنا قضاء نزيه فيجب يعني يديوهم للقضاء باش نعرفوا هاد الناس هادو اذا كان استعملوا القوه في حق الناس والسب والشتم في الاعراض والنساء وكذا، خصهم يتقدموا للمحاكمه وتكون محاكمه نزيهه ويكون قضاء مستقل. اما العزل من اجل العزل وفقط، فهذه المسرحيات راه عارفينهم في السابق، محاولات يعني الدوله كبح الاصوات الحره، وحاولت يعني اللعب على وتر العاطفه، راه حق الدوله تسير في منحى العزل وكذا وكذا وكذا. فمن هذا المنبر كذلك ما ننساوش على انه اذا كان شي حاجه اللي غيشفي غليل ديال ساكنه الريف، كنقولوا يجب العزل ان يكون اولا في هذاك الديفيزيوني اللي كاين هنايا، لان هذا الديفيزيون هذا استعمل السلطه اللي فوق، يعني استعمل يعني المسائل اللي هما خارج القانون. اولا باعطاء اوامر للناس بالضرب ديالهم والاعتداء عليهم، بمشاركه المسمى عصام وواحد الشخص اخر سميتو حسين. هادو راه المصطلحات النابيه والقدحيه في حق النساء الشريفات العفيفات في الشارع. نتساءل لماذا لم يتم عزلهم امام محاسبه وتقديمهم للعداله. حنا العزل من اجل العزل ما هذه المصلاحيات ما عندنا ما نديرهم. عزلهم وتقديمهم الى المحاكمه والمتابعه في حقهم لانهم قاموا بالسب والشتم وخالفوا القانون. هذه من جهه. العزل ديال هاد المسؤولين هادو
انا عندي قراءه اخرى ماشي هي هذه القراءه، ربما ان هاد الاشخاص هادو تم عزلهم ربما لانهم وقعت تما كما يقال ويحاك الله اعلم انه كاين واحد الصراع بين القياد هنايا، بين من كان يعطي تقارير خاطئه وبين من كان يعني كيعطي تقارير خاطئه على ان الناس هادو انفصاليين وصافي حقاره غادي نسكتوهم وغادي نفعلوا لهم، وكاين الناس الاخرين اللي ربما كانت شي شكاوى من طرف بعض الاشخاص. وطبعا بفضل هذا الحراك الشعبي اللي طاحوا هادو، لان ما شهدناش شي عزل بهذا، لان سابقا في الماضي شفنا العزل ديال بعض المسؤولين ولكن ماشي بهذه النسبه كلها ديال هالوقت. فكنقولوا انه خصنا كذلك يعرفوا انه كاين مسؤولين في الدرك، كاين مسؤولين في الدرك اللي داروا تجاوزات خارقه خطيره جدا في بوكيدان بحدث ديال بوكيدان، واتهموا عباد الله بتهم باطله لا اساس لها من الصحه. كذلك في القوات المساعده، في رجال الامن اللي كاين هنايا. فاذا كانت الدوله فعلا بغات دير العزل بالاجل العزل فنقول لها فلتذهب الى الجحيم. حنا الحراك ديالنا مستمر، والحراك عنده ملف مطلب اللي خصو يتحقق. يعني مطالب اللي مازال ما تحققوش، ما كاينش مطلب تما اللي يتحقق، ما كاينش تما مطلب يتحقق، مما يعني ان الدوله كتحاول تمشي في واحد لان من بعد ما استعملت القوه لقات الناس انه مازال عندهم اصرار في الماضي قدما نحو تحقيق جميع المطالب، والناس كيقولوا اننا مستعدين اننا نموتوا رغم محاوله التهديدات بالسب والشتم والتصفيه الجسديه وغيرها، الا ان الناس عندهم عزيمه قويه في الماضي قدما الى حين تحقيق جميع الحقوق اللي هما عادله ومشروعه. هضرتي على التهديدات وعلى التصفيه الجسديه والمسائل هذا. سمعنا ان ناصر السفزافي مهدد بالقتل، واش هذا الشيء صحيح؟ يا ريت لو انه القتل، راه القتل وتقطيع الجسد هذه المساله خصكم تعرفوا، لان نجاوبك على واحد السؤال اللي ذكرته دابا. ناصر السفزافي راه ماشي تبان الحراك عاد بان. ناصر السفزافي كنت الحمد لله عبر الفيديوهات ديالي انتقد فيه سياسه الدوله والمسؤولين، والفيديوهات راه كيتواجدوا الاخوان رفعوهم عبر اليوتيوب اللي فيه مجموعه القطاعات اللي هاجمتهم وفضحتهم وفضحت الفساد وكذا وكذا من الامور الاخرى. سميتو قضيه ديال التهديدات اتعرضوا لها ولا زدتوا اتعرض لها. الا بغيتوا فقط ترجعوا غير فقط التسجيلات اللي كانت في الاحداث ديال المقابله اللي جمعت بين فريق الوداد البيضاوي وشباب الريف الحسيمه ذاك الوقيته، واللي استعمل فيها المخزن سميتو بعض المحسوبين على الوداد من اجل التكسير والسرقه والنهبنه، وكاين فيديوهات توثق لذاك الحدث. انه بعد ذلك شنت عليا هاد الناس هادو، شنوا عليا واحد الحرب خطيره ديال تهديدات خطيره جدا بقطع الراس وقطع الجسد وغفعلوا لك وكذا وكذا، كل شيء راه موجود في اليوتيوب. والحمد لله التسجيلات اللي كنت درت واحد الحين مجموعه من التصاريح لمجموعه المواقع الالكترونيه. اذا هذا الشيء امر عادي جدا. نحن لا يعني انا التهديدات كلها اضرب بها عرض حائر، لان القضيه ديالي باش امنت هي قضيه عادله ومشروعه. فهذه المسائل هذو ما تخوفناش، والاكثر من ذلك اتقوى بها، اتقوى لانني عرفت ان بهذه التهديدات اسير في المنحى الصحيح والطريق الصحيح. كاينين الناس، وبتاتخ هذا هو لا كيستيون الاخرى، يعني السؤال الاخير باش ما ناخذوش من وقتك الكثير. كاينين الناس كيقول لك باللي نتوما في الحراك الشعبي في الحسيمه راكم مدعمين من طرف منظمات في الخارج وهذا وانفصاليين شنو هذا الشيء؟ واش نتوما مدعمين من الخارج من هذا الشيء؟ هذا كلام مجرد كلام من أجل المكافأة. هؤلاء يا إما يتكلمون من خلفية مخزنية، يا إما حسدا وبغضا وحقدا، يا إما لأمور أخرى. قلنا ولا زلنا نقول وسنقول حتى تحقيق جميع الحقوق. من كان يتوفر على حجة واحدة فليأتي بها. ربما قمت بتحدي الجميع، الدولة في شخص مخابراتها العسكرية والمدنية، إن أتوا بحجة واحدة تثبت صحة ما يدعون سألقي بنفسي من أعلى قمة جبلية بالريف. يلا يجيبوا لنا غير حجة فقط أننا نتلقى دعم. خصك تعرف واحد القضية، الحمد لله دخلتوا الدار بسيطة عادية، الدار ديال الفقراء، أمر عادي جدا الحمد لله، راضيين بخير كذا. الأكثر من ذلك أنه قالوا اكثر من داك الشيء، انه ناصر عنده لي زوتيل في طنجه وعنده كذا وكذا وكذا. ناصر السفزافي نقولها ربما ما انت عندك لي زوتيل في طنجه يا والله للاسف الشديد ان مازال كنقولوا ان الاشخاص اللي قالوا هذا الشيء يعتبرون انفسهم صحفيين. هذا الشيء اللي قال هذا الشيء يعتبر نفسه صحفي. يعني تخيل لو انه بصح ناصر عنده اوتيل في طنجه، واش الدوله غتبقى ما تصوروش ما تلوحش الوراق؟ هذه من جهه. واش زعما الانسان الغني
اللي لاباس عليه ما محقوش حتى هو يستنكر، ولا راه كيخرجوا معنا ناس لاباس عليهم في الشارع، عندهم مشاريع كبار كيشاركوا في مظاهرات وفي مسيرات. راه مساله الكرم ماشي مساله الفقير او الغني، مساله جميع من له ضمير يحتكم الى الضمير. هاد الاتهامات وكيقولوا انفصاليين، اعتقد انه لم يفهموا معنى الانفصال بعد. الانفصال ما فهموش. اذا كان هنا شي واحد اللي غنتهموا بالانفصال فاننا نتهم الدوله. علاش؟ لان الدوله وصلت دارت واحد القضيه اللي هي خطيره، المغرب النافع والمغرب غير النافع، فاحنا صنفتنا من المغرب الغير النافع، يعني فصلتنا على الدوله. اذا هنا يؤكد على ان الدوله انفصاليه. الدوله لو انها تحب الريف وبغات فعلا تصالح معها فتصالح مع المنطقه ككل، عبر مشاريع وعبر بناء جامعات وغيرها من الامور الاخرى. فمن يقول على اننا انفصاليين له أن يعيد نفسه أو فليذهب إلى أقرب طبيب نفسي يعالج الرصوصة. في الشيء غادي نقدروا نقولوا حنا عندنا معركة ديالنا مآمنين بها، القضية ديالنا مآمنين بها، وواهم من يعتقد أنه غيجي بالتفاهات ديالو بالشعارات ديالو العناوين اللي حفظهم اللي ياكل عليه الدار والشاب يقدر يرجعنا اللور. الحمد لله. ناصر السفزافي ناشط الحراك الشعبي بمدينة الحسيمة، شكرا لك. كنا في الضيافة ديالك في الجولة ديالنا في شمال المملكة المغربية، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نأتي إلى نهاية لقائنا الخاص مع ناصر الزفسافي من مدينة الحسيمة. لكم تحية فريق إذاعة مابيلانتر ودليل الريف، وها هو علي معكم يحييكم، وانتظرونا في قادم المراسلات. شكرا.